ايوه السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله مستانسين. I hope you guys are doing fine. ادري ان ما صورت، احس انه ما صورت من زمان، but كل يوم اثنين راح يصور. تدرون هذا هو that's it. اسوي اي شيء مهم اسوي يوم اثنين، انزل الفيديو عشان you guys know ان انا نزلت كل يوم اثنين. اوكي، مهم اليوم راح نتكلم عن اشياء لازم تشوف، لازم تجرب، ولا you have to know قبل لا تشتري سيكل مستعمل. اوكي، لان انا ادري ان في ناس يشترون وبعدين انا صار فيني كذي، ان شريت سيكل بس اخر شيء طلع انه وايد خرابات. عرفت بعد اسبوع، اسبوعين، شهر قاعد يبلش فيني المشاكل. ليش ما شفت من قبل لا اشتري وكذي؟ بعدين تقعد تقول انه ليش شريت السيكل. and يا جماعة، انا اليوم راح اتكلم 5 اشياء لازم تشوف، لازم تعرف قبل لا تشتري اي شيء مستعمل، مهم سيكل مو اي شيء بعد. anyways at number 1 is اول شيء دق عليه سأله: السلام عليكم، لو سمحت انا بشوف السيكل، زين اقدر اجرب السيكل ولا لا؟ can I ride it؟ اقدر اسوق ولا لا؟ اذا يقول لك لا، قول له مشكور، مع السلامة، باي باي، that's it يا جماعة. اول شيء number 1 you have to ride the motorcycle. اذا انت ما تسوق ما راح تعرف ولا شيء عن السيكل. اذا قال لك لا ما تقدر تجرب، تعال شوف السيكل كذي ان شاء الله متى you wanna buy ان شاء الله اسوق هناك وانا خايف على السيكل، anything like this. لا يا جماعة، don't. okay, at number 2 is تشوف السيكل from the outside، من برا، الشكل تشوف طايح مو طايح، شو الوضع السيكل، how is it going، الشكل شلون يقول لك انها طايح ولا لا، maybe have scratches. شلون انا عندي يبين ان انا طايح. اوكي، so هني تعرف انه سيكل طايح. اذا يمكن نبدل الكفرات وكذي، اذا انت ما قدرت تشوف انه اوكي طايح الريال ولا whoever it is، راح تعرف من هذول. like let's see هذا مو طايح من هني. اوكي، شفت هالشيء، this is the thing انت تقدر تقول انه هو طايح. اذا هذا مكسور اوكي راح تعرف انه طايح. let's see the other side. شوف يا جماعة، طايح من هني، so هذا مكسور يعني طايح على يمين. اوكي، ما راح يبين وايد. you can see on the engine، شفتوا يا جماعة طايح في scratches، يبين شوية you know what it is kind of، ما ادري طايح. راح يقول لك لا ما طحت، ولا طحت على خفيف وانا واقف، لان الناس يقولون انا طحت وانا واقف، يكون على الاكزوز scratches. انزين بعد شوفوا يا جماعة، this is scratched as well. هني تعرف انه واحد طايح بالسيكل. هذا بعد يبين من هني، mirrors يبين انه طايح. واذا عنده سلايدرز، شفتوا يا جماعة scratched. اذا عنده سلايدر، شوف السلايدر يمكن مغير هو، بس انتم لازم تعرفون انه من الشكل شلون السيكل شنو وضعه. اوكي، at number 3 is يا جماعة تسألون شنو صار وياك قبل، وليش تبي تبيع السيكل؟ طحت فيه ولا ما طحت فيه؟ ادري ان في ناس راح يقولون ان لا ما طحت ولا مرة طايح فيه، بس اذا انت هو صدق يمكن مو طايح، بس اذا انت حسيت ما ادري شنو قاعد يقول، يعني انا مو فاهم، لا ما طحت، يعني انت ما تدري هو شنو قاعد يقول، هو مو فاهم اصلا هو شنو قاعد يقول. هذا يعني انت حسيت انه في شيء هني، you can just kind of know ان انت تحس انه هو شوية قاعد يكذب ولا ما يبي يقول لك، يمكن يبي يبيع السيكل، ناس يقولون كذي، احنا ندري. so what you do is تسأل وتركز، read his body language، وراح تفهم انه هو شوي ما ادري طايح، يمكن مو طايح يا جماعة، انا بس قاعد اقول it's just a point. اوكي، مو تاخذوني غلط. اوكي، كذي تعرف انه طحت وليش تبي تبيع السيكل، شو في مشكلة. هو ما راح يقول لك، بس انت راح تحس. صار لي انا ساعة سلمت عليه وقاعد شلونك شخبار، وقاعد يسولف عادي. متى انا سألت عن السؤال يعني طحت ولا طايح انت ولا صاير شيء عن السيكل، ولا راح يقول لك، راح تحس انه اسلوبه مثلا ولا شلون قاعد يتكلم، راح يقول لك لا maybe انا مو طايح، بس انت راح تحس. اوكي، at number 4 is تقول له قبل لا خل السيكل بارد، لا تشغل السيكل، don't warm it up. ليش يا جماعة؟ لما تشغل السيكل يكون بارد، انت
تحس انه ها بقى شغال ولا مو شغال، يشتغل الباتري مثلا ولا الاجنيشن ولا الكويل، ما تدري يا جماعه. اوكي. وثاني شيء يبين انه في ليكج ولا لا، يعني دهن قاعد يصب في شيء اويل ولا اي شيء يبين. اوكي. اقول له لا تشغل السيكل، انا بي خله بارد انزين، وانت تقدر تيجي تشوف انه حار ولا لا. اوكي. تشغل السيكل اول ما تي put your key, switch on the motorcycle. اسمع الصوت. You have to listen to the motorcycle. اسمع الاكزوز، اسمع الماكينة فيها صوت ولا لا. You have to check the brakes, clutch, everything. اسمع، خل سيكل just warm it up. شوف إذا في linkage أي مكان يقاعد يصب شيء ولا لا. لأنه بارد، شغل السيكل يكون بارد يقول لك ها شنو فيه شنو ما فيه. right. بعدين تنفخ. ليش؟ لأن تبي تسمع ماكينة فيها شيء ولا اكزوز فيها شيء، زين قاعد يطلع دخان ما قاعد يطلع دخان، أشياء كذي تنفخ شيء كذي يا جماعة. اليوم أوريكم how do you نفخينج. ما أدري شنو قلت يا جماعة، سامحوني. أوكي. أنا شوية مو نايم. أوكي. let's listen to it. شوف في دخان ولا ما في. if there is smoke. ما شاء الله السيكل مزعج، انا يمكن مو متعود على اكزوز وكذي، بس يا جماعة شوفوا في دخان ولا ما في. بس اول شيء شنو تسوون؟ warm it up. مو بارد تنفخ، لا خلها شوية حار وشوف اذا قاعد يصب ولا لا. وثاني شيء check this thing في oil. if it's leaking oil، في شيء راح تحس انه في oil ولا لا، because you have to check those stuff. there is no oil. that is good. انا سيكلي اللي قديم كان يصب دهن من هني and يا جماعة I don't know. زين you feel the brakes. it is good. بريكات جديد messed up ما تدري يا جماعة. وتيون هني تشوفون chain. you have to see شلون شنو وضعه. إذا it's kind of dirty and rough، هذا معناته هو مخليه سيكل يمكن من زمان و it's kind of getting old، وتراب عليه غبار ما أدري شنو everything عليه. وإذا سيكل نظيف والسنجل إذا كان وسخ وكذي، هو أكيد مغسل السيكل من فوق I'm probably the chain. أنت راح تعرف إنه الوضع شوية يبي له سنجل ولا لا. and التواير تشوف إنه use شنو وضعه. أوكي. عشان ليش؟ إذا سيكل فيها شيء لازم تقول له إن هذا، تقول له إن أول شيء مثلا let's say it's leaking oil from here. أوكي. هذا أول شيء. تواير يمكن البريكات الأويل شوية قاعد يطلع دخانة بلا شغل، أشياء كذي. السنجل مثلا أشياء كذي يأثر. أوكي يا جماعة ماذا قاعد تشترون؟ أوكي. at number 5 is يا جماعة you have to ride. لازم تسوقون، لازم تجربون السيكل، لأن يا جماعة ما راح تحسون. يا جماعة أنت ما راح تحس شيء إلا لما تجرب السيكل. trust me يا جماعة. أنت تشوفه كذي أوكي يمكن من برا ما فيها شيء، أول ما تركب السيكل تشغله، تحط أول جير، أول ما تمشي تحس إنه قاعد يرجف شلون. وأنا قاعد أمشي قاعد أسمع صوت غريب مثلا، ما قاعد يمسك بريك ولا الحرارة قاعد يسعد، وخله شغال عشان الحرارة وبعدين وانتوا قاعد تسوقون على low RPM low speed مثلا قاعد تمشون قاعد تمشي 30 وحاط على جير 4 جير 5 عشان تشوف انه قاعد يرجف فيها شيء الماكينة شغال مش شغال. ويا جماعة بعد ما تسوق انت راح تحس بنفسك، راح تحس كل شيء انت بروحك راح تحس انا مو مرتاح، في شيء غلط بالموضوع. هذا هو يا جماعة. بعدين تكلمون ان هذا المشكلة وكذي. لا ما ينفع السعر اللي انت حاط واللي انت تبيه. طيح السعر اذا انت ودك تشتري لا تشتري شيء غالي اذا سيكل ما فيها شيء ما تحس شيء، سوي فحص. يمكن في شيء انت ما شفت ولا ما عرفت، سوي فحص يبين كل شيء everything ماكينة وكذي it's good. بعدين إذا سيكل ما فيها شيء، اللي ريال قاعد يقول don't bother with it and just buy it. إذا سيكل فيه أغراض تواير وبريكات وما أدري شنو قاعد يطلع دخانة بلا شغل، قول له طيح السعر.
هذا هو يا جماعة، هذول 5 أشياء أنت لازم تعرف، لازم تشوف قبل لا تشتري سيكل مستعمل. اقعد شوف أنت مرتاح، everything is good، الجريب، الميررز، everything يا جماعة. ما شاء الله الجو، البحر اليوم، and هذا هو يا جماعة. جبت لكم nice view عشان Thank you for watching. جماعة, subscribe to my channel if you haven't yet. Hit that bell icon button because every time I post you guys will get to know. ويا جماعة comment down below ايش رايكم. ويا جماعة comment شيء اللي يمكن انا ما اعرف انه لازم لازم تشيك قبل لا تشتري شيء مستعمل. يمكن انا نسيت، ولا يمكن انا يمكن انت تسوون كومنت اللي الناس اللي يشترون يشوفون. so comment down below بعد اشياء. and اذا عجبكم الفيديو give it a like. ان شاء الله اصور part 2 in it. سلام عليكم احمد، شلونك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ شو اخبارك انت؟ تمام. شنو قاعد تسوي قاعد هني بروحك؟ ها؟ قاعد استناك تخلص. man thanks man. You are welcome. تعبت انت صح؟ طولت صح؟ لا انشويت انا من الشمس. صدق؟ So that's it يا جماعة. I hope to see you guys in another video. كل مرة أقول وهم راح أقول drive safe and ride safe. And I hope to see you guys in another video. And peace.